السلام عليكم، أتمنى الجميع بخير. متابعينا الكرام، اليوم سكان ولاية باتنا داروا خرجة تاريخية بعد ما ناضوا ضد الحفل اللي كانت راح تنشطوا مغنية الملاهي وردة شارلومونتي. وحسب آخر الأخبار فإن رجال الدرك الوطني اليوم تدخلوا وألغوا حفلة غنائية كانت راح تنشطها وردة شارلومونتي، اللي كانت راح تنشط فيه اليوم بمناسبة عيد المرأة بقاعة الحفلات في كوندورسي بباتنا. وعن الأسباب التوقيف حسب قناة الحياة بسبب الرفض والاستهجان الشعبي لسكان باتنا على هذا الحفل، خصوصا ضد المغنية وردة شارلومونتي، وكذلك بسبب عدم حصول المغنية على الترخيص لهذا الحفل. وأثار خبر طرد المغنية وردة من ولاية باتنا استحسان كبير لدى الجزائريين عبر مواقع التواصل، وإليكم بعض التعليقات. فألف تحية لسكان ناس باتنا.